حياكم الله متابعينا الكرام. كما كتشوفوا من خلال هذه المشاهد الرائعة اللي من خلف ديالي، مشاهد جميلة كتغري باش أننا نمشيو نكتشفوها. بقاو معايا متابعينا الكرام من خلال هذه الرحلة القصيرة اللي غادي نشوفوا فيها إن شاء الله أشياء جميلة وجديدة دائما على قناتكم. مرحبا. مازال مواصلين معكم متابعينا الكرام هاد الرحلة الجميلة اللي كنتمنى أنها الطاقة الإيجابية اللي كنحس بها الآن توصلكم يا أغلى المتابعين. غير باش نحطكم في الصورة، احنا يعني نحطكم في الزمان والمكان كما يقال. نحن الآن يعني على أطلال بلدة ووزغت كما تشاهدون متابعينا الكرام. باقي غادي نعطيكم معلومات إن شاء الله الرحمن الرحيم على هاد البلدة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونتقاسموا معلومات اللي غتكون تاريخية، ولو أنني غندوز غير من الفوق سطحية شيئا ما. كما كتشوفوا هذا الموقع الرائع اللي كانت عنده دلالات في الحقبة أو في الحقب الماضية أو الأزمنة الماضية. بعد قليل إن شاء الله نتلاقاو في واحد المواقع اللي كما كتشوفوها هو قدامنا هنا، وغادي نعطيكم إن شاء الله معلومات بإيجاز كما قلت على هذا المكان هذا، ومنها إن شاء الله ندوزو لمواقع أخرى دائما في إطار هذه الرحلة الاستكشافية الرائعة. نتمنى أنكم تدعموا هذا المحتوى باش نواصله، وشكرا جزيلا. نحن الآن متابعينا الكرام على مشارف واحد المنطقة تاريخية اللي مع الأسف ما بقى منها غير الدمار، سويت مع الأرض تماما. غادي نشوفوا نحاولوا نكتشفوا هذا المكان ونعطيكم معلومات تاريخية عليه من بعد ما نوصلوا ليه إن شاء الله الرحمن الرحيم. لأن متابعينا الكرام هذه هي الحدود ديال التكن العسكرية اللي غندوي عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولو باقتضاب نعطيكم معلومات ولو تكون مختصرة إن شاء الله. هنا هذه هي الحدود ديال القصبة، وبقى لهي إن شاء الله غادي نصور لكم الواجهات الأخرى. وبحدنا كندويو بان لي واحد الدليل المادي يعني كما كتشوفوا واجتي توسط اللي كانوا مدورين على التكنة العسكرية. يعني كما كتشوفوا هنا متابعينا الكرام، يعني سلاك السياج المسننة هي داخلة في هاد الغصن هذا كما كتشوفوا. يعني صافي داز عليه هذاك اللحاء ديال الشجرة، هذا راه خارج من الشجرة كما كتشوفوا. وكانت يعني أسلاك أخرى في هاد الشجرة هذه بالضبط مدار عليها اللحاء ما بقاتش كتبان.
كما ترون المتابعين الكرام، الآن في الموقع ديال التكنة العسكرية اللي تبنات في عهد الحماية الفرنسية أو زمن الاستعمار بالمغرب. هاد الموقع كما كتشوفوا الأهمية ديالو الاستراتيجية جا في واحد البلاصة عالية بزاف، لهذا اختارت فرنسا أنها تبني هنا. كما قلت سابقا المكان ولا عبارة عن خراب، اللهم بعد الدلائل المادية القليلة، لأن المكان تحرت وعاود تحرت وعاود تحرت، ماشي مرة ماشي جوج. لهذا يعني غالبية الأدلة المادية ولات تحت الأرض. غادي تسألوا على الأحجار اللي كانت هنا. الأحجار يعني ملي خرج الاستعمار وبدا التعمير أو البناء، الأحجار اللي كانت هنا يعني تبنوا بها ديور جداد زمن الاستقلال. غادي نحاول البحث متابعين الكرام في هذا المجال هذا، لعل وعسى نلقى شي أدلة مادية اللي كتثبت هذا التواجد في هذه البلاصة ديال الفرنسيين في التكنة. بطبيعة الحال كاين العديد من الأشياء المعدنية اللي لقيت هنا، مكنهزهاش، باقي كنقلب على أشياء أخرى اللي مثيرة شوية للاهتمام. لا لا، واحد الحاجة بانت لي، شفتوها؟ ها هي شنو هادشي هذا؟ إذا نكتفيو بهذا الشيء هذا، ما لقيتش داخل الحياة، كانت هنا متواجدة بكثرة. نجيو نشوفو هاد الأشياء اللي لقيناها. مجموعة من الأشياء اللي لقيناها غادي نحاولو نعطيو تعريف عليها. هادي باينة ديال شي علبة، ديال شي علبة باينة ديالاش الله أعلم. هادي عبارة عن صفيحة معدنية،
بغيت نقول أنها ممكن تكون ديال العلبة ديال السردين، لكن كتبان عريضة شوية، يعني ماشي ديالو. لا ديالو ديال العلبة ديال السردين. شتو شوفوا قداش كانت الصفيحة المعدنية باش كيصاوبوا الكونسيرف. هذه قطعة معدنية قديمة، يعني متكلاس مبقاش كتبان. هادشي باين ديال النحاس، شتوه بالأخضر، عاون الزمان. بالأخضر هذا غيكون نحاس غالبا، خارج من واحد الخويط دقيق ديالاش. كتبوا لي في التعليق إلا كنتو عارفين ديالاش هادشي هذا. هذا عاود مسمار كان عبارة عن تكنة عسكرية، غالبا غيكون ديال السور. يمكن هذا غيكون غالبا ديال السور، كان كيدخل فيه داك الفيل باربولي وكيجرو داك الأسلاك المشبوكة. يمكن غالبا على ما أظن، حيت يعني الراس هذا بوانتي حد باش انه يدخل ملي يدخل. شوفوا حوايج اخرى، هذا ديال البروس، كان ممكن تكون ديال نظركم تكون ديال الحذاء العسكري، ولا ديال شي جاكيطه، حيت هي جلد. شفتوها دان، هي مصوبه من الدان، جلد. هي جلد طبيعي، هو بدا كيتكال. شفتوه هذا جلد طبيعي، وفيه هاد القطعه المعدنيه هنا ديال شي صدفه. وبالمناسبه ملي قلنا الصدفه، واحد الصدفه ايضا. شفتوه هذه صدفه. هذا مسمار يعني باقي الان. هذه ديال الطين، تكون ديال شي جرة ديال الماء ولا شي حاجة. هذه يعني تواجد بكثرة الزجاج ديال المشروبات الكحولية كما كتشوفوا. الزجاج كاليتي ديال جودة عالية. الزجاج صراحة المنتوجات هذه مبقاش كتصاوب مع الخارج. دائما لا بوتخي هذه باينة ديال اش كيقولوا داك القرمود والقرميد. يعني هذا باين ديال السطح، غالبا هذا يكون ديال السطح ديال القرميد. هذا الشيء هذا، هذه هي الحصيلة اللي لقينا. كمعلومات تاريخية متابعينا الكرام، هذا الموقع الاستراتيجي اللي كيتميز به هذا المكان والأماكن الأخرى، نعطيكم واحد نبذة على المنطقة عموما، اللي قلنا أنها تابعة لبلدة واويزغت. هاد واويزغت هذه بالنسبة اللي ما كيعرفهاش تابعة لإقليم أزيلال، اللي معروفة بالجمال ديالها الطبيعي بطبيعة الحال، ومعروفة أيضا بأنها منطقة جبلية رائعة، وكتعتبر قريبة من مواقع سياحية جميلة جدا كشلالة الأزود، وأيضا بحيرة بير الويدان اللي كتشوفوها الآن أمامكم، ولو أن الحقينة ديالها أخوات. هي البحيرة ديال بير الويدان مثلا كتشوفوها في عمق الصورة. وويزغت عندها تاريخ عريق وكيرجع للمراحل القديمة ديال المغرب. علاقة بهذا الموقع هذا، خلال الحقبة الاستعمارية ديال فرنسا للمغرب، وويزغت بحكم الموقع ديالها في المنطقة الجبلية في إقليم أزيلال كانت عندها أهمية استراتيجية، لذلك الفرنسيين كانوا مهتمين بالمنطقة بزاف. أثناء الاستعمار الفرنسي في ويزغت كما قلت بحكم هذا الموقع كانت عندها أهمية استراتيجية، اهتموا بها لأسباب عسكرية كما كتشوفوا يعني في هذا الموقع هذا، وأيضا أسباب اقتصادية، كونها يعني ممر لباقي المناطق الجبلية اللي كتشوفوها هنا. أيضا نظرا للثروات الطبيعية اللي كانت في هذه المناطق، لعل مناجم تنصريفت المعروفة
مناجم تباروشت معروفة أيضا ما بقتش خدامة الآن، مناجم يعني تازولت. يعني هناك مناطق تتواجد بها المعادن في هذه المنطقة. الفرنسيين أسسوا بعض البنى التحتية، وباش يعززوا الوجود ديالهم في المنطقة باش يضمنوا السيطرة عليها أيضا، بناو هاد التكنات العسكرية. هاد التكنات في هاد المناطق على غرار يعني باقي المناطق الجبلية المعروفة في المغرب، كان الهدف ديالها هو إخضاع السكان، يعني بسط السيطرة العسكرية، الحماية ديال الطرق والممرات الاستراتيجية كما قلت ديال المستعمر باش أنه يزيد يتوغل وسط المغرب. التكنات كان عندها واحد الدور مهم بزاف في فرض السيطرة على القبائل المحلية وضمان الأمن في المنطقة. وبالرغم من هذا السكان يعني قاوموا أشد المقاومة وحافظوا على الهوية ديالهم الأمازيغية والطابع ديالهم الأصيل، حاربوا هاد الاستعمار هذا وما سمحوش في حقهم حتى جاء الاستقلال. ومن بعد الاستقلال هاد التكنات ولا الأغلبية ديال هاد التكنات أصبحت عبارة عن خراب على شكلة الموقع الذي نتواجد به الآن كما ترون المتابعين الكرام. يعني فرنسا ما كانتش غير كتجي وكتبني التكنات ديالها، كتختار المواقع كما كتشوفوا. هذا الموقع هذا يعني عالي وكيشوف كاع الانتوراج ديالو، شفتوه؟ لهذا قمت بتدوير الكاميرا حتى ترون يعني المنطقة بشكل شمولي. غير باش نعطيكم واحد النظرة باختصار، الراس ديال هذا الجبل هذا فيه تكنة عسكرية خاصة، يعني بعيدة شوية بزاف. إلا تحدى الظروف شي نهار نمشي نصور لكم هذه المنطقة هذه. هنا المعروف بويخفون كانت فيه تكنة عسكرية، وتا هو كيشوف من تما لهيه جهة طنجة وإسكسي، يعني واحد الموقع استراتيجي آخر مهم. أيضا هنا في تيزي غنيم المعروفة في تيزي ناي تعمير كان واحد الموقع تما عسكري فرنسي أيضا. إلا مشينا لبلويدان كاينة تكنة عسكرية. هكا غتبان لكم الأهمية ديال هاد البلدة ديال ووزغت، يعني كونها يعني موقع تحظى بموقع استراتيجي مهم جدا. كانت هذه معلومة على هذا الموقع الأثري اللي عنده علاقة بزمن الحماية الفرنسية أو زمن الاستعمار بالمغرب. نتمنى أن الناس يزيدوا يبحثوا أكثر في هذا الموضوع هذا ويعطيو معلومات مقتضبة ومعلومات مفصلة على هذه الأماكن باش نحافظوا على الهوية أو الذاكرة وما تنساش. نستمر في رحلتنا الاستكشافية متابعينا الكرام.